اخيرا يوروتيتش فوق للتشكيل تاني وبدا يلعب الناس اللي تستحق انها تلعب، زي مروان حمدي اللي خد النهارده رجل المباراه وجاب هدف وصنع هدف. وزي ما قلت لكم توقعاتي لماتشات النهارده ان الاهلي هيكسب المقاولين وبيراميدز هيكسب حرس الحدود وسيراميكا والبنك الاهلي هيتعادلوا. ده بالفعل حصل النهارده. تقريبا مستر يوروتيتش النهارده بدا بالتشكيل اللي كنت قايل لكم عليه المفروض يبدا بيه ماتش الزمالك اللي للاسف عك فيه بطريقه غريبه، بس الحمد لله النهارده يوروتيتش اختار تشكيل كويس قوي واللي من خلاله قدرنا نفوز بالمباراه 3-1. ده غير الهدف الرابع اللي اتلغى بسبب الاوفسايد واللي اتلعب بطريقه جماعيه وكان هدف حلو قوي. النهارده مروان حمدي بصراحه يستاهل ان هو يبقى رجل المباراه لانه قدم مباراه قويه قوي واللي من خلالها قدر يسجل هدف ويصنع هدف. فيا ريت بقى الفتره الجايه ما نلاقيش مايلي بيلعب ونلاقيه دكه ونلاقي مروان حمدي دايما بيبتدي اساسي ونثبت على الجناحين زيكو وزلاكا ويكون في تبديل دايما لعوده الفخوري في الشوط الثاني. بس يا ريت يبقى التبديل بدري شويه بدل اللي احنا شفناه النهارده. يوروتيتش منزل عوده الفخوري في اخر دقيقه من المباراه، فيا ريت نشوف عوده الفخوري بياخد وقت اكبر في المباريات الجايه سواء ضد البنك الاهلي او سواء في مباريات افريقيا. النهارده الشيبي بيصنع هدفين بايده، ايوه عمل 2 اسيست بايده، واول هدف كان من عن طريق مروان حمدي اللي طلع لعب الكوره من اعلى نقطه وسجل هدف حلو قوي بالهيد بعد اسيست الشيبي اللي بايده. وتاني هدف في الشوط الثاني شفنا تالق برده من مروان حمدي اللي قدر يصنع هدف لزلاكا اللي نهى الكوره بشكل كويس قوي. والهدف الثالث الشيبي برده بيلعب الكوره بايده عشان توصل ليوسف اوباما اللي بصراحه النهارده نزل وقت قليل بس عمل اداء عالمي. وبجد يوسف اوباما برده المفروض نشوفه الفتره الجايه بيشارك مع الفريق علشان في اخر ماتشات اي ماتش بينزل فيه بيلعب باداء مؤثر مع الفريق بشكل ايجابي. وفي الوقت الضايع بنشوف الهدف الرابع اللي اتحسب اوفسايد اللي كان من نصيب زيكو بس للاسف اتلغى بسبب الاوفسايد. والهدف ده اتلعب بطريقه جماعيه كويسه قوي. يا ريت نشوف الروح دي بين اللاعبين في ماتش البنك الاهلي وبقيه الماتشات من الدوري المصري وفي دوري ابطال افريقيا. لسه باقي ماتش الزمالك والاتحاد اللي انا برضو قلت احتمال كبير ينتهي تعادل عشان الماتش ده صعب على الزمالك. فبعد نتائج النهارده دي الجدول بتاعنا بقى الاهلي والزمالك وبيراميدز كل واحد فيهم عنده 40 نقطه باستثناء الزمالك اللي هو لسه فاضل له ماتش اللي هيلعبه ضد الاتحاد. وسيراميكا خلاص كده لعب الماتشات بتاعته كلها في الدور الاول وبقى عنده 38 نقطه. وانا اعتقد في الدور الثاني في مجموعه البطل سيراميكا هيبعد تماما عن المنافسه والمنافسه هتبقى بين زمالك بيراميدز اهلي. عايزكم تقولوا لي توقعاتكم لماتش الزمالك والاتحاد اللي هيبقى هنا في القاهره هينتهي كام وهل الزمالك هيقدر يستمر في المنافسه ولا لا.